أنت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. من أنت؟ لا حول ولا قوة. ولو كنت 1000 لا. يهودي، لا حول ولا ولو قوة كنت إلا مليون يهودي، بالله. ولو لا كنت حول جميع ولا الجن قوة اليهودي في إلا العالم. بالله. لا حول ولا قوة الله أكبر، إلا بالله. الله أكبر. احنا قلنا قبل كده ان تلبس الجن على لسان الشخص المريض النفسي والتكلم على لسانه دي مسألة، يعني العلماء الكبار الإمام ابن حزم والإمام الطحاوي والإمام ابن حبان كلهم قالوا إن مفيش حاجة اسمها تلبس جن، وسوسة بس. والإمام الشعراوي والشيخ محمود شلتوت والإمام المراغي وغيرهم، ده اتكلمنا في هذه المسألة، مش أنا اللي بتكلم. فالأمر تطور، بقينا بنطلع جن عن طريق التلفزيون، وشايفين الطريقة دي. يعني جاب واحد في مداخلة تبعه ويمثلوا المسرحية دي عشان أموال طائلة. والشيخ وليد إسماعيل أثبت إن معه مستندات بتقول لك إن الشيخ ده، خلي بالك ده عالم أزهر، يعني مش عالم أزهر، أستاذ في الأزهر، بس لقي الحاجات دي بسبوبة وبتاع وفتح له قناة وبتاع وحاجات دي. المهم وليد إسماعيل معاه مستندات تثبت إن هو إن يعني يعني عنده أكاذيب وحاجات وحوارات وحاجات غريبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش معقول يا جماعة، مش معقولة كده الخرافات يعني وصلنا ليها للمرحلة دي. في حاجة في علم النفس بتقول لك إيه، لو أنت تريقت على الخرافات بأسلوب تريقة أنت بتهدم هذه الخرافات، إنما تدخل فيها بالجد وتنصب على الناس وتاخد منهم الأموال واطلع كل ده هبل. وخلي بالك ناس كتيرة مصدقاه، ناس كتيرة مصدقاه.